أخواتي وإخواني مواطني روجاوا من عرب وكرد ومسيحيين وتركمان وغيرهم، نحيي بطولاتكم ومقاومتكم البطولية ضد الغزو التركي الذي بدأه أردوغان بالضوء الأخضر من ترامب رئيس الولايات المتحدة. وهذا الغزو يستهدف أولا تغيير الديموغرافي، وفي نفس الوقت إنزال أقصى درجات التدمير والضحايا بالشعب وبالوطن في تلك المنطقة، ونزوح واسع كما تقول الوكالات كلها. نحن نأمل أن تستطيعوا أن تستمروا على مقاومتكم سوف توحد الشعب الكردستاني في كل مكان، وسوف تجلب المزيد من التأييد ومزيد من الإدانات للغزو التركي، كما كان الوضع مع قتال ضد داعش من قبل بيشمركة كردستان ومن قبلكم أنتم قبل الآن، واعترف العالم كله بهذا. لديكم تأييد الآن ليس فقط في كردستان وإنما في العالم كله، في منطقة الشرق الأوسط، في أوروبا، وحتى في أمريكا. وهنالك طلبات كثيرة جدا من مسؤولين حتى في أمريكا بإنزال أقصى العقوبات بتركيا. نأمل أن تستمر مقاومتكم البطولية وأن تتوحد جهودكم. استمرار المقاومة ضد الغزو سوف يؤثر على مواقف الآخرين، وقد يؤثر حتى على موقف ترامب، ويشعل الضوء الأحمر لأردوغان لوقف الغزو والانتهاء من هذا الاعتداء الوحشي. النصر لشعبنا، النصر لكم، الخلود والمجد للشهداء الأبرار.